عام 2019 احتفل المغرب بمرور 20 عاماً على اعتلاء الملك محمد السادس العرش، وقد خلف حاكمين رمزيين، محمد الخامس والحسن الثاني. غير أن الملك الشاب فرض شخصيته وأسلوبه الخاص في إصلاح تدريجي للبلاد البالغ عدد سكانها 36 مليون نسمة. لم يصل المغرب بعد إلى ديمقراطية حقيقية، لكنه في الطريق إليها. من يحكم المغرب؟ الملك بالطبع. الملكية المغربية مختلفة عن الإسبانية أو البريطانية. الملك يوجه جميع القرارات الحاسمة في البلاد. القرار الملكي هو بمثابة خارطة طريق. محمد السادس يحكم دولة تعج بالفوارق الاجتماعية، رغم استعداده لتنفيذ الإصلاحات، إلا أن عليه مراعاة التقاليد والأعراف، وهذا ينطوي على تحديات عديدة ومخاطر كبيرة. مهمة العاهل المغربي هي ضمان توازن مستمر. هناك خطر قيام ثورة يؤدي لسقوط الملكية وفقدان العرش. محمد السادس هو الملك 23 في سلالة العلويين التي حكمت المغرب منذ القرن 17. منذ اعتلائه العرش أظهر أسلوبا حديثا في الحكم، وبالرغم من شخصيته المعتدلة لا ينبغي إغفال أنه ترعرع منذ سن مبكرة على أن يكون حاكما. وبحكم التقاليد المرعية التحق محمد السادس بالمدرسة المولوية داخل القصر الملكي. كان 5 من زملائه ينحدرون من أسر مرموقة، و7 أطفال من عائلات متواضعة اختيروا في نهاية المرحلة الابتدائية من بين أفضل التلاميذ لكل منطقة من البلاد. وريث العرش شاب خجول عاش في كنف والده المهيب الحسن الثاني. تلقن الأمير المعروف بالكاد آنذاك للشعب قواعد الملكية الصارمة. كان محمد السادس شخصية غامضة بالنسبة لكثيرين. عاش في ظل والده، غير أن هناك عاملا مهما للغاية يتعلق الأمر بشرعية الملكية لدى المغاربة. قد تطرح تساؤلات بشأن بعض القرارات السياسية أو الاقتصادية، إلا أن الملكية تبقى جوهر السياسة المغربية. الملكية ضمان للاستمرارية. محمد الخامس، فالحسن الثاني، ثم محمد السادس، وستستمر على هذا النحو. الملكية في عهد الأسرة العلوية هي الأطول حكما حتى الآن، لأن حكامها يجيدون التعامل مع الشعب ويعرفون كيف يكونوا محبوبين من قبلهم. المغاربة فخورون بملكيتهم لأنها جزء من تراثهم الوطني. إذا قمنا باستفتاء اليوم ستحظى بتأييد 99.9% من المغاربة. وهكذا خلفت وفاة الملك الحسن الثاني في 23 من تموز يوليو عام 1999 حالة من الحزن والأسى العميقين في أوساط المواطنين، رغم أسلوبه السلطوي في الحكم. ولدنا وترعرعنا في ظل عهد الملك الحسن الثاني. كان ملكاً ذا شخصية قوية للغاية، عايش اجتياز مرحلة صعبة ومهمة للغاية من تطور البلاد. ملكاً ترك بصمة كبيرة. كانت وفاته لحظة تخوف كبيرة، لأن الكل تساءل عما سيحدث بعد ذلك. فإن أصحاب السمو الأمراء وعلماء الأمة. في 30 من تموز يوليو عام 1999 تم تنصيب محمد السادس كملك للبلاد. محمد VI arrive sur le trône. اعتلى محمد السادس العرش بضمير مرتاح، لأنه لم يسجن أو يعذب أحدا، كما أنه لم يتخذ موقفا بشأن أي قضية حساسة. لقد جسد أملا جديدا للشعب المغربي المتشبث بالملكية الضامنة لاستقرار البلاد.
صورة ملك محبوب، ملك الفقراء، صورة ملك قريب من الشعب. كنا نرى ملكا يتجول في الشوارع ويحيي الناس ويلتقط الصور معهم. ساهم ذلك في تشكيل صورة لملك عصري، وأعتقد أنها عكست طبيعة شخصيته. محمد السادس ليس متحدثا بارعا، لكنه فضل التواصل المباشر مع الشعب والتفاعل معه. ظهر ذلك جليا في بداية عهده. ملك لم يتردد في الذهاب إلى الناس لإيصال رسائل قوية من خلال أفعاله وليس أقواله. كانت مصالحة مع البلاد مع المغرب قاطبا، ليس فقط مع الطبقة العليا بل مع كل الطبقات بما فيهم الطبقة الفقيرة. شعر المرء بأن الملك كان صادقا، مما بعث أمالا كبيرة. قد يبدو كل هذا ثانويا، لأن الأمر لم يتعلق هنا بالسياسات الكبرى أو بالقرارات الجذرية، لكن شكل ذلك أسلوبا وشكلا جديدا للحكم. كانت ملكية مختلفة ومواكبة لعصرها. مفاجآت الملك شملت أيضا حياته الخاصة. لأول مرة في تاريخ البلاد يقدم ملك زوجته لرعاياه. إنها ثورة حقيقية، فزواجه من مهندسة حاسوب شابة من الطبقة الوسطى علامة على التغيير، خاصة بالنسبة للنساء، حيث تعتبر قضية المرأة موضوع جدل سياسي كبير. يعول المجتمع المدني والتنظيمات النسائية تحديداً على الملك الشاب وعلى أسلوبه العصري لتعزيز التحولات الاجتماعية. وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق، وهن بها شقائق الرجال تتناسب. شعرنا كنساء مغربيات أن مكانتنا داخل المجتمع تتحسن الآن بسرعة، لأننا كنا شاهدات على أن جلالته أظهر إرادة سياسية حقيقية للنهوض بوضعية المرأة. أرادت القوى التقدمية تحقيق ما هو أبعد من الأقوال، ثورة قانونية واجتماعية حقيقية تقر بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتطالب أيضاً بتغيير مدونة الأسرة. في عام 2000 نظمت هذه القوى مظاهرة في العاصمة الرباط. كان قانون الأسرة تمييزياً للغاية. اعتبرت المرأة قاصرة عليها طاعة زوجها، مجبرة على طاعته لاعتمادها مادياً عليه. كان يسمح بتزويج القاصرات، ويمكن للرجل تطليق زوجته في أي وقت. رأينا نزول رجال ونساء، شيوخ وشباب إلى الشوارع للتظاهر. بالنسبة لي بعث هذا رسالة بالغة الأهمية، لأنه حتى ذلك الحين كان يقال إن هذه المطالب مقتصرة على النساء فقط، والنساء ذوات التوجهات الغربية، لكنها قضية متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. كان ذلك بالنسبة لي لحظة فارقة. غير أن ثمة قوى محافظة أيضاً. في اليوم ذاته نظمت هذه القوى مظاهرة مناوئة في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد. الغالبية العظمى من المشاركين هم من المتعاطفين مع الإسلاميين. نزل 200,000 شخص، ووفقاً للمنظمين 500,000 شخص إلى شوارع الدار البيضاء في مظاهرة لاستعراض القوة والاحتجاج ضد إصلاح قانون دور المرأة في المجتمع الذي ترفضه الأحزاب والتنظيمات الإسلامية. أهم ما ميز مسيرة الدار البيضاء هو تنظيمها. تنظيم كان تنظيما محكما، الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. أكرر بأن مطالبها كانت واضحة، لا لتغيير، لا لمس أو تغيير المدونة، لا لاستصحاب أي تجربة
غربية وإسقاطها على المجتمع المغربي. وجد العاهل المغربي نفسه في مأزق. إنه تقدمي فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، لكن غالبية المجتمع لا تزال محافظة. بصفته أمير المؤمنين يضمن الملك حرية وممارسة جميع الأديان، إلا أن وضعه كسبط الرسول يضعه في موقف صعب. كانت هناك رغبة صادقة في تكريس الحداثة، لكن في الوقت ذاته كان أيضاً بصفته أمير المؤمنين زعيماً دينياً وروحياً. ثمة جذور دينية لشرعية السلطة في المغرب، حيث يمنح الملك السلطة بحكم منزلته كسبط للرسول، لذلك لا يمكنه وضع القوانين حسب تفضيلاته أو رغباته الشخصية. تميز الملك بأسلوب جديد تقدمي، وكان عليه التعامل أيضاً مع مجتمع حريص أيضاً على استمرار الملكية. لذا شكلت ولادة ولي العهد الأمير مولاي الحسن في السنوات الأولى من حكم محمد السادس رسائل طمأنة لدى الشعب. يفكر العاهل الذي يتوقع منه توريث عرشه لابنه أو حتى لأبناء أحفاده بشكل مختلف إنه يتطلع للأمام، وأهم أمر بالنسبة له هو استقرار المؤسسة التي يجسدها. الملك المغربي هو أيضاً الزعيم السياسي الأول في البلاد، إذ يتمتع بسلطات واسعة، لكن عليه أيضاً التعامل مع برلمان منتخب. منذ أواخر التسعينيات لوحظ بروز واضح للإسلام السياسي في المنطقة، ففي المملكة الشريفة يعتمد حزب العدالة والتنمية الإسلامي على الدين، ويقدم نفسه كمدافع عن العدالة وكبديل لمواجهة المشاكل الاجتماعية. في الانتخابات البرلمانية عام 2002 حقق الحزب نجاحاً حقيقياً ليصبح ثالث أقوى قوة سياسية في البلاد. رغم صعود حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، عانى المغرب من التطرف الديني، ففي 16 من مايو أيار عام 2003 أثارت مجموعة من الانتحاريين الرعب والترويع في الدار البيضاء. شكل ذلك صدمة. على مستوى الخسائر هناك أكثر من 40 قتيلاً في 5 مواقع مختلفة، 13 انتحارياً، وهذا لم يسبق أن حدث في المغرب، وكنا نعتقد أن هذا يحصل خارج المغرب فقط. وقتها كنا نتحدث عن خصوصية المغرب والاستثناء المغربي، وأن المغرب يتمتع بإسلام وسطي ومتسامح، ثم تبين لنا أن الانتحاريين كانوا شباباً مغاربة. أحد أسباب استهداف المغرب هو انخراطه إلى جانب الغرب في محاربة الإرهاب. منذ هجمات 11 من سبتمبر أيلول عام 2001 التزم محمد السادس بتحصين بلاده ضد الأصولية الإسلامية في المنطقة المغاربية. في تسجيله الأخير هدد أسامة بن لادن مصالح الغرب والولايات المتحدة في العالم العربي، متهما المغرب بالردة. إن المغرب متسامح للغاية، وبالتالي فهو ليس دولة إسلامية. بعد الأحداث التي وقعت بالولايات المتحدة الأمريكية في 11/9/2001 يعني انخرطت المملكة المغربية يعني بشكل لا مشروط في التحالف الدولي. أن المملكة المغربية يعني تقوم بالتنسيق وبتزويد الشركاء، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الدول الأوروبية، سواء الدول العربية، سواء الدول الأفريقية، يعني تقوم بتزويدها بجميع المعلومات والمعطيات التي تتعلق بمكافحة الإرهاب. في خطابه الموجه للأمة أظهر الملك إصراراً على مواجهة هذه الأيديولوجية الهدامة التي تهدد شعبه وبلاده. لقد دقت ساعة الحقيقة معلنة نهاية زمن التساهل في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة.
أو من يروجون أفكاراً تشكل تربة خصبة لزرع أشواك الانغلاق والتزمت والفتنة. عقب هجمات عام 2003 ألقى الملك خطاباً شديد اللهجة أعلن فيه بوضوح أن رد الدولة سيكون قاسياً، وتبع ذلك سلسلة من الاعتقالات لم تشهدها البلاد من قبل. جميع الإيقافات مباشرة بعد الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في إطار قانوني، كان تورط لجميع الأشخاص وجميع العناصر، وكانت هناك خلايا إرهابية تم القضاء عليها. تم تداول أرقام آنذاك ولكنها غير رسمية باعتقال بين 3000 و10,000 شخص. لم يكن للعديد منهم أي صلة على الإطلاق بالهجمات، إذ لم يكن الهدف إضعاف الحركات الإسلاموية فقط، بل استعادة سلطة الدولة أيضاً. عزز الملك مكانته القوية لتبني قوانين قريبة إلى توجهاته. كان إصلاح مدونة الأسرة إحدى أولوياته، إلا أنه كانت لا تزال هناك قوى ضاربة في القدم. عارض المحافظون في المغرب أي تغيير في المدونة، قانون الأسرة الذي ينظم الزواج والطلاق والإرث وكل ما له علاقة بالأحوال الشخصية. حتى بالنسبة لوريث سلالة عمرها قرون وأمير المؤمنين، من الصعب تغيير أي شيء متعلق بالدين. صحيح أن محمداً السادس هو الملك، لكنه يخضع لإرادة جزء كبير من السكان. كان لابد من انتظار فرصة سياسية، وهي التي وفرتها هجمات الدار البيضاء وتداعياتها. فهذه الهجمات أدت إلى إضعاف حزب العدالة والتنمية الإسلامي، لأنه اتهم بتهيئة قاعدة أيديولوجية للإرهاب والتعصب ليتوارى الحزب عن الأنظار خلال هذه المرحلة. وكانت تلك الفترة تحديداً هي التي سمحت بإحداث اختراق والتمكن من تنفيذ هذا الإصلاح. في فبراير شباط عام 2004 تمت المصادقة على قانون تعديل مدونة الأسرة في البرلمان. شكل ذلك لحظة تاريخية للمرأة المغربية. حتى ذلك الوقت كانت المرأة خاضعة للرجل داخل الأسرة. كان هذا التغيير مهماً للغاية نظراً لوجود أكبر قدر من عدم المساواة داخل الأسرة، ولكون أن المرأة أصبحت بموجب القانون مسؤولة بشكل مشترك عن الأسرة. فتح الباب أمام العديد من الإنجازات. لطالما قيل لنا إن قانون الأسرة لن يتغير مطلقاً لأنه مقدس وقائم على الدين، إلا أننا حققنا هذه الإصلاحات. لدينا مؤسسة تحمينا. تنظر النساء المغربيات إلى الملك كحليف لها لتحقيق حقوقها. إنجاز عظيم آخر في عهد محمد السادس يتمثل في هيئة الإنصاف والمصالحة التي تشكلت عام 2004 للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في عهد والده الحسن الثاني. تمكن الملك بطريقة ذكية وحكيمة للغاية من التقرب من موضوع يدخل في دائرة المحظورات، مفادها أن والدي الملك اعتقل وعذب وسجن العشرات بل المئات والآلاف من المعارضين، وأنا بصفة ابنه بحاجة لمصالحة المغرب مع هذا الماضي وكسر المسكوت عنه. ينبغي طي هذه المشكلة بشكل نهائي. في أوائل السبعينيات شهد المغرب مرحلة قمع قاس كرد فعل على محاولتي انقلاب نفذهما الجيش كاد الحسن الثاني أن يفقد فيهما حياته.
على مدى 3 عقود تعرض المعارضون السياسيون والنشطاء الديمقراطيون لقمع غير مسبوق. يطلق على المرحلة سنوات الرصاص أو السنوات السوداء، والتي شكلت ذروة القمع المنهجي. لم يكن الحسن الثاني ليتراجع آنذاك. احتجزت في أحد مراكز الاختفاء القسري. لم يكن هذا سجنا رسميا، إذ يتم احتجاز المرء في مكان سري غير معروف. لم يكن لدينا أي اتصال بالعائلة أو المحامين. لم يكن هناك تهم ولا محاكمة، لا شيء على الإطلاق. وفي حال تم ضبطنا في محاولة للتواصل مع بعضنا، كنا نعاقب بشدة. كان تعذيبا فظيعا. بالنسبة لضحايا الحسن الثاني، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة ليست مجرد رمز للاعتراف بمعاناتهم، بل خولت لهم الحصول على تعويضات، وهي قبل كل شيء فرصة لإطلاع الشعب المغربي على المعاناة التي تكبدوها حتى لا يطويها النسيان أبدا. تم ضربنا بالعصي وألقوا بنا أرضا وركلونا. ضربونا حتى سالت دماؤنا. لا أتمنى ذلك لأحد. أدعو الله ألا نعاني أي شيء من ذلك القبيل مجددا في المغرب. كانوا يضربونني ويعذبونني. من المهم للغاية أن تنصت الأمة بأسرها للضحايا وتشاركهم آلامهم، كما كانت هذه فرصة فارقة للتوعية، وهذا ما نجحنا فيه. هذا أمر يفوق الخيال. ملك يصل إلى الحكم ويقوم بجبر ضرر ضحايا والده ويريد أن تمضي البلاد قدما؟ تحديث البلاد يشمل أيضا صحافة حرة قادرة على تحليل نقاط القوة والضعف وتحليل الفعل السياسي. من الأمور التي ميزت بداية حكمه ظهور ما سميناه صحافة مستقلة، يعني مستقلة عن ذوي النفوذ وعن الدولة. كانت صحافة جريئة فيما يخص القضايا الاجتماعية والحريات الشخصية وحقوق الأقليات، قضايا الجندر وحقوق المرأة وغيرها. كانت محظورات تطرقت لها هذه الصحافة. أعتقد أن السنوات القليلة الأولى أظهرت بوادر تطور إيجابي وتحرر نوعي للنظام وتقدم في بناء دولة القانون. كنت مسؤولاً عن القسم السياسي، حيث قمنا أيضاً بتغطية العلاقات بين المال والسلطة والمصالح التجارية للملك والأمور المالية وما إلى ذلك. كان هذا أمراً جديداً بالنسبة للمغاربة. منشورات وتحقيقات حول الملك والعائلة المالكة وثروة الملك. كان أول ملف حساس تناولته صحيفة لو جورنال هو العلاقة بين العائلة الملكية والاقتصاد، وسمي ذلك بعلوية الاقتصاد. لم ينحصر الأمر على شركات الملك فحسب، بل بحقيقة أن الثروة الملكية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المغربي. ظهرت علاقات مباشرة بين السياسة، أي الأسرة الملكية، والمال. مع مرور الوقت بدأت المجلات الاقتصادية الأمريكية تدريجياً نشر ثروة الملك. في عام 2015 قدرتها مجلة فوربس ب$5.7 مليار. لقد تضاعفت ثروته 5 مرات خلال 10 أعوام، في حين يعاني الاقتصاد المغربي من الركود. نرى بشكل واضح مدى الارتباط بين ثراء الملك وأن من يدير الثروة الملكية هم أنفسهم من يديرون المؤسسات العامة والمالية والاقتصادية والإدارية للمغرب. ولذلك ازدهرت بنوك الملك على حساب البنوك العامة. كما اتضح جلياً وجود روابط بين الثروة الملكية والإعانات الحكومية.
لم يزدد ثراء من هم في السلطة فقط، بل أنشأوا عبر إثراء عملاء سياسيين قاعدة لدعم السلطة السياسية. وراء ذلك يكمن منطق سياسي واقتصادي. كما هي دول الجوار خرجت تظاهرات ضد تراكم الثروة في يد أقلية. فالربيع العربي الذي هز العالم في ديسمبر كانون الأول عام 2010 لم يستثني المغرب. في فبراير شباط عام 2011 خرج الشباب في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع للتنديد بالفساد في المملكة. الربيع العربي كان مفاجأة للجميع ولم يتوقعه أحد. كان السقوط السريع لهذه الأنظمة وخاصة في المنطقة المغاربية أمرا لم يكن متوقعا. يتوقع الخبراء حدوث صدمة حقيقية بعد تونس ومصر. قد تتأثر دول أخرى، إذ يطالب الشباب في كل مكان بالتحرر من أنظمة يزيد عمر غالبيتها عن 30 عاماً. لأول مرة في تاريخ المغرب نزل آلاف المغاربة إلى الشوارع، ليس فقط في الدار البيضاء أو الرباط، بل في مراكش وطنجة ومدن أخرى. لم يكونوا مهتمين بزيادة الأجور أو بالمطالب المادية أو بتوفير الغذاء، وإنما خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالحقوق والحريات. حدث ذلك للمرة الأولى. كان هذا بمثابة صاعقة مفاجئة. كان الشعب يطالب بالديمقراطية وإنهاء الفساد ووقف تضارب المصالح ووضع حد لخلط السياسة بالأعمال. الفساد الأكبر الذي أضر بنا لحد الآن هو الفساد السياسي والفساد في الصفقات العمومية. إن تكلفة الفساد في المغرب تكاد تقارب التكلفة التي يتطلبها تمويل التغطية الاجتماعية للمغاربة كل سنة. الفساد كارثة حقيقية. وفقا لصندوق النقد الدولي ومنظمة الشفافية الدولية، يكلف الفساد المتفشي 2.5 مليار دولار سنوياً على أقل تقدير. لم يكن المطلب إسقاط الملكية، ولكن وضع حد لسلطاتها المطلقة. السلطة المطلقة تعني تركيز سلطات كثيرة في يد شخص واحد. احتج الشعب ضد هذا الأمر تحديداً، وليس ضد الملك ذاته. كانت هناك احتجاجات ضد ممارسات معينة لمستشاري جلالته وبعض أعضاء الحكومة ورجال أعمال مشهورين، وضد أشخاص أثروا أنفسهم من خلال احتكار الموارد وتقلد مناصب قيادية في الصناعة والاقتصاد بفضل علاقاتهم. لقد احتج الناس على هذه الممارسات، وهذا مشروع. هذه الصورة التي يتوسطها أخطبوط يحيط به مستشار الملك وجنرالات الأمن وبعض الأصدقاء الأثرياء. نعرف جميعاً ما يمثله ذلك. إنه الاستيلاء على السلطة والثروة، وزواج غير شرعي بين السلطة والثروة. الملوك يضعون أنفسهم على المحك دائما. ثمة ملوك تم محوهم من التاريخ في المغرب وفي ملكيات أخرى. دور الملك أكبر من مجرد لعبة انتخابات صغيرة. يعرف محمد السادس أن عليه إرضاء شعبه، وفي 9 مارس آذار عام 2011 وجه خطابا للشعب: ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية. كانت ردة فعل الملك حكيمة وذكية. إدراكاً منه لحجم الاحتجاجات والمشاكل، وعد بتغيير الدستور. قدم وعوداً ثورية عظيمة،
وأكد بوضوح أن الملكية المغربية ملكية اجتماعية وبرلمانية وديمقراطية، ملك يسود ولا يحكم، وحكومة مسؤولة خاضعة للمساءلة. بعد 5 أشهر من الاحتجاجات عرض الملك الدستور المغربي الجديد للتصويت، والذي حظي بدعم شعبي هائل. إنه حتماً أكثر حداثة من سابقه، ويفتح مجالاً أوسع فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والسياسية. تذكر ديباجة الدستور بالمساواة بين الرجال والنساء، وبمحاربة أي تمييز يقوم على أساس العرق أو الدين أو الجنس. إلى جانب الملكية ثمة الآن سيادة شعبية. يعين الملك رئيس الحكومة من أقوى حزب سياسي، وهكذا فإن المبدأ الذي لا رجعة فيه هو التزام الملك بنتائج الانتخابات. كما في الدول المجاورة، فإن الإسلام السياسي كسب لنفسه تقدماً داخل المجتمع المغربي أيضاً، إذ فاز حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية بأول انتخابات برلمانية في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 2011 بعد تبني الدستور الجديد. لم يكن فوز الإسلام السياسي بالانتخابات أمرا مفاجئا. سارت الأمور بشكل مختلف في دول أخرى مثل تونس مع بن علي، وفي الجزائر مع الجنرالات، وفي مصر، حيث حرم الإسلام السياسي في هذه الدول من الفوز، مما أدى إلى حروب أهلية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. في بلادنا عين رئيس الحكومة من صفوفهم، سواء كنا سعداء بذلك أم لا، لكنه في الأساس احترام للخيار الديمقراطي للمغرب. جسد حزب العدالة والتنمية بداية جديدة للكثيرين. افترضوا أن الحزب الإسلامي كان قويما، وقالوا لأنفسهم: لم نحاول مع هؤلاء الأشخاص من قبل، إنهم على الأرجح غير فاسدين. تمكنوا من كسب ثقة عدد كبير من الأشخاص الذين آمنوا بالتغيير. صوتت لهم على الرغم من أن معتقداتي السياسية تميل بدرجة كبيرة نحو اليسار، لكننا آنذاك أردنا جميعا أن نؤمن بتغيير محتمل. أردنا أي شيء عدا الماضي. في غضون ذلك تواصل تنفيذ مشاريع البناء الكبرى لتحديث البنية التحتية للمغرب، والتي باشرها الملك منذ بداية عهده. ميناء طنجة المتوسط هو أكبر ميناء في إفريقيا، والطرق السريعة والمطارات، وتعزيز سياسة الطاقة المتجددة الفريدة من نوعها في العالم العربي. لقد تم إحراز تقدم كبير في 20 عاما الماضية. كهرباء القرى وتوفير مياه الشرب، لا يمكن إنكار كل هذا. منذ البداية عزز محمد السادس تطور تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في جميع أنحاء البلاد، كما أصبح المغرب وجهة سياحية مشهورة لما يقارب 10 ملايين سائح سنوياً. على مدى 20 عاما الماضية استثمر المغرب بشكل ضخم في البنية التحتية. في عام 2006 كان لدينا أكثر من 600 كيلومتر من الطرق السريعة، أما حاليا فنتوفر على أكثر من 1800 كيلومتر. أدخلنا القطار السريع وارتفع عدد الموانئ إلى أكثر من 40، وثمة مطارات جديدة. بكل صراحة، هل يمكننا تحمل إعطاء الأولوية للقطار فائق السرعة وللطريق السريع أو لمنتجعات فاخرة، بينما لا يزال الشعب وخاصة في القرى مفتقراً إلى الاحتياجات الأساسية؟ هنا المشكلة، إنها قضية أولويات. هل نسي محمد السادس الشعب خلال سعيه لتحقيق النجاح الاقتصادي؟ الشباب غاضب، فنسبة البطالة تبلغ 30% لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً. الهشاشة آخذة في الانتشار.
أراد المشجعون في الملعب إبلاغ رسالة قوية ومقنعة: نحن عشرات الآلاف في الملعب، ولا يمكن اعتقالنا جميعاً. سنشكل كتلة. ثمة وعي بأن الوحدة تحمي. هذه الاحتجاجات في الملاعب ما هي إلا تعبير عن انعدام الآفاق المستقبلية للشباب. يخبرني العديد من الشباب ويقولون: ليست لنا آفاق مستقبلية هنا، لا يسعنا إلا أن نهاجر. هذا يدل على فشل سياسة بكاملها. من المستحيل كبت الغضب الشعبي. الأمر أشبه بالماء، في حال منعه من جانب سينفذ من الجانب الآخر. لا يمكن إغلاق الملاعب وحجب جميع الشبكات الاجتماعية وحبس جميع المتظاهرين. ثمة طريقة واحدة: تلبية مطالب الحشود الغاضبة. بقي الوضع في المغرب هشاً بسبب امتيازات الأقلية، فأقل شرارة بإمكانها إشعال نار التوترات الاجتماعية. ففي أكتوبر تشرين الأول أدت حادثة مؤسفة في مدينة الحسيمة إلى انفجار الأوضاع. صدمت هذه الصور المغرب، حيث صعد محسن فكري بائع أسماك إلى شاحنة قمامة مقاوماً إتلاف ما اصطاده من أسماك أبو سيف في فترة يحظر فيها اصطيادها، ليتم سحقه داخل آلة الطحن بداخل الشاحنة، وتوفي أمام أعين الجميع. صور المشهد بهاتف محمول وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت صدمة وتطورت بسرعة إلى ما أطلق عليه بحراك الريف، وجاءت المظاهرات تعبيراً عن الغضب وخيبات الأمل. كان الأشخاص الذين نزلوا إلى الشارع أشخاصاً عاديين من المواطنين البسطاء، وكانت المطالب عديدة، من بينها توفير المزيد من فرص العمل في المدن، وبناء مستشفى عمومي حتى لا يضطر المواطنون للسفر إلى مدن أخرى لتلقي العلاج، وإنشاء جامعة في المنطقة. كانت ردة فعل السلطة سلبية للغاية، وتمثلت في القمع والاعتقال. لا يزال الشباب وخاصة قادة الحراك الذين كانت جريمتهم الوحيدة المطالبة بحقوقهم الأساسية في السجن إلى يومنا هذا. إنها الليلة السادسة التي يخرج فيها المتظاهرون إلى شوارع الحسيمة. يقولون إنهم يتظاهرون ضد الفساد والسلطوية والبطالة، كما يطالبون بإطلاق سراح حوالي 40 شخصاً، بينهم ناصر الزفزافي قائد الحركة الاحتجاجية التي تجتاح منطقة الريف منذ 7 أشهر. بعد القمع البوليسي جاءت المحاكمات، وكانت أحكاماً قاسية، حيث حكم على أشخاص بالسجن لمدة 15 أو 20 عاماً، وهم أشخاص لم يقتلوا أو يؤذوا أحداً. بعدها أصدر الملك عفواً عن العديد منهم باستثناء قادة الحراك. لست متفقاً على طريقة معاملة سجناء الحراك. للأسف لا أعلم من يقدم المشورة للملك ومن يقرر في مثل هذه الإجراءات المناهضة للديمقراطية تدابير قمعية وغير عادلة. ستكون هذه فرصة لطي صفحة. أعتقد أنها ألحقت الكثير من الضرر بالمغاربة ولصورة المغرب. في السنوات العشر الأولى من حكم محمد السادس خطى المغرب خطوات مبهرة نحو الديمقراطية، لكن هذه الخطى عرفت تراجعاً في السنوات العشر الأخيرة. ينطبق هذا على حرية الصحافة أيضاً، التي ينظر إليها على أنها مصدر إزعاج للسلطات، حيث تم تسجيل اعتقالات وإدانات.
يمكن لأي شخص يعبر في وقت ما عن رأيه أو يتخذ موقفاً قد لا يروق لمن هم في السلطة أن يواجه محاكمة ويجد نفسه مودعاً في السجن ومداناً بارتكاب جرائم ضد القانون العام أو جرائم أخلاقية. اتهم المودعون في السجن بالاعتداءات الجنسية ضد النساء أو اغتصاب بعضهن حتى لا يتمكنوا من تقديم أنفسهم كضحايا لأفكارهم أو آرائهم السياسية. يتعلق الأمر أساساً بترهيب عشرات ومئات الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين قد ينتقدون النظام، وعرف هذا النهج نجاحاً كبيراً حتى الآن، كما تعرضت شخصياً للضغط والتخويف والتهديد. تم الاتصال هاتفياً بأقاربي وقالوا لهم بما أنه الآن يعيش في قرية يمكن أن يتعرض لحادث أو هجوم أو اعتداء بسهولة. في أيلول سبتمبر عام 2021 ومع تعرض البلاد لضغوط اقتصادية أجريت انتخابات برلمانية. مني حزب العدالة والتنمية أقوى قوة سياسية في البلاد بهزيمة ساحقة. خلال 5 سنوات تقلص عدد نوابه من 125 إلى 13 نائباً. اندحار الإسلاميين استفاد منه التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وهما حزبان مقربان من القصر حسب ما يروج. مع عدم وجود معارضة على أرض الواقع الآن، يتمتع الملك المغربي بكامل الحرية للمضي قدما في الإصلاحات التي يطالب بها الشعب. فهل ينتهز محمد السادس هذه الفرصة التاريخية؟